السلام عليكم. معاكم دكتور يسرا محمد. النهارده قررت ان انا اتكلم عن حالة من اكتر الحالات المنتشرة، وهي ألم الأبهر، اللي هو بنسميه مصطلح علمي interscapular pain. يلا بينا نبتدي الفيديو. وجع الأبهر أو الانترسكابيولار بين من أكتر الأسباب المتعارف عليها للسبب ده هو الضعف في العضلات الموجودة بجانب لوح الكتف، وإن بيحصل نتيجة إن الضعف ده موجود بيحصل كمان إن ساعات بيبقى فيه كلكعة بتتكون، وهي اللي احنا بنسميها التريجر بوينت. فبالتالي بيكون من أكتر الحلول اللي متعارف عليها هو إن احنا ينقوي العضلة اللي جنب لوح الكتف اللي هي عضلة الرومبويد، او ان احنا نعمل فك او ريليز للكلكوعة اللي موجودة في عضلة الرومبويد، وبالتالي بنبدأ ان احنا نخفف الألم. السببين دول من اكتر الاسباب المتعارف عليها في وجع الأبهر. هل السببين دول غلط؟ لا، هما مش غلط خالص، بس الفكرة كلها ان انت لو عملت تقوية للعضلة وعملت فك للعضلة ولقيت ان الموضوع بيتكرر معاك تاني والوجع بيرجع تاني، فده مؤشر ان المشكلة هنا مشكلة من مكان تاني. يعني احنا بنسميها كمصطلح علمي ريفيرد بين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المشكلة في مكان والوجع في مكان تاني. هنا اقدر اقول لك انك لازم تروح لاخصائي علاج طبيعي يتاكد لك ان المشكله مش من فقرات الرقبيه او فقرات الصدريه في العمود الفقري بتاعك. ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ لان زي ما قلت لك ممكن يكون اصلا المشكله اصلا مش من العضله نفسها كتقويه او كفك للعضله، لا، المشكله ممكن تكون من الرقبه ومن الجزء العلوي من الظهر، في مشكله في الفقرات، فبالتالي بتسمع في المنطقه دي، فبالتالي الوجع بيتعاد معاك لانك انت محلتش المشكله الاصليه. واكتر حاجه تاكد لك ان فعلا المشكله مش مشكله عضله بس، هو ان انت اصلا بيكون عندك تاريخ من الام الرقبه ومن الالام اللي موجوده في الجزء العلوي من الظهر، وده بيبقى مؤشر اكتر ان فعلا المشكله بتكون في فقرات الرقبه وفقرات الظهر. وهنا انت محتاج على طول طبعا تتوجه لاخصائي علاج طبيعي يفحصك فحص دقيق ويأكد لك ان المشكله فين بالظبط، ويبدا ان هو يعمل لك برنامج مناسب للحاله بتاعتك ويخلصك من المشكله نهائيا. وبكده انا خلصت الفيديو النهارده، اتمنى اكون افدتكم، وقولوا لي رايكم في التعليقات، وقولوا لي على مواضيع عايزين نتكلم عنها، وسلام عليكم.